غير متت على الاكل العراقي. صار لي 3 اسابيع ما ماكل اكله بها خيار. هاي طماطة قلي انا سويتها، وهذا بيض شويه من هذا المقلب هيجي، وهذا عيون. اليوم راح اغوص باحلى اكله. صباح الخير. صبحنا مغيمه ومخش وضباب ومليوصه شويه. فالمهم راح اروح نابولي، يعني اظل بها تقريبا 5 ساعات هيك، اصور بها اشوف المدينه، وبعدين اروح روما. ما راح ارجع على نفس الطريق، راح ارجع على الطريق البحري لروما، فخليكم وياي. شوفوا المنظر مال الغيمه. هاي الغيمه يعني راح اطب اسفل الغيمه. بس انا نازل الى نابولي، تبعد 18 مايل، يعني تقريبا 25 كيلو. مالك نية توقف انت؟ بعدين مخطط من ارجع لامريكا اسوي لكم فيديو للي يحبون يزورون هذا المكان، شلون باقل التكاليف وتبديل الارض والمجال، شلون يجي هنا باقل التكاليف، لان المنطقه غاليه جدا. نابولي نابولي. والله ما ادري ايش احكي، ما ادري ان الشافه مال الهدوم هذا الاختراع ما واصلهم بهذا الحائط. ظالين على روم احسن لنا. وعلى هاي الاسلاك هنا والبوريات، مأساة مأساة. مأساة. هدوم مشرورة، هدوم مشرورة، هدوم مع الهدوم مع الزبالة. وهذا الشارع الرئيسي الموجود بنابولي، مثل ما قلنا انا في مدينة نابولي ايطاليا. هاي السيارات يعني بالداون تاون وسط البلد بالعربي. حيطان، لزقات هواية، اوراق هواية يلزقون على الحيطان. صور لكم هاي الدربونة. مكان مال كافي يمكن راح تشوفيه الاغلب. بس واحد يحكي مالت الله، الناس هنا انيقين جدا، ايطاليين يعني سواح قليلين بنابولي، لبسهم جميل جدا واناقه وكله ماركات فشي. وهاي داون تاون مال نابولي، وما راح ادخلها هسه، راح ارجع لها بعدين لان شفت فشي اريد اصوره. وهذا الشيء اللي ردت اصوره، هاي باسنجر شيب اللي هي كروز شيب، عملاقه جدا طبعا اذا تشوفون. انا بعيد عليها بس هي كبيره جدا، واقفه هنا. طبعا عده كروزات واقفه، هاي اكبرهن، هاي اكبرهن، هاي كروز ثانيه هم واقفه. بس هاي فد شيء يعني، هاي قاصه خلفيه الصوره ممتده هي ايضا بعد، يعني 5 فنادق 6 شو تقول 7 ومسيسات بالمي. طبعا انا عندي ميول للكروز، بس مأجلها لان اكو شيء اسمه وورلد كروز، يعني كروز تفرق حول العالم لمده 3 اشهر او بيهن 4 اشهر. تكلف هوايه بس مو مشكله، يعني تعيش 3 اشهر 4 اشهر انت بكروز مثل هاي، بيها كل الانترتينمنت وبيها كل الاشياء اللي تخليك ما تمل، يعني مو هسه بعد. هاي الكروز الثانيه الواقفه، هاي اصغر من ذيك اللي صورت لكم اياها. المهم يعني عدة كروزات واقفة. هذيك الثالثة اللي مؤخرتها ايضا كروز. طبعا ميناء نابولي صاير بنص الداون تاون، يعني نص الداون تاون. فهسه هاي الداون تاون على يميني، وهذا الميناء على يساري اللي صورت لكم فيه الكروز. يعني تقدر تقول نابولي حلوة واهدأ من روما، اهدأ بهواية. هذا الشارع اللي على البحر، هاي البنايات
شارع شرطة. هاي البنايات، هذا الشارع اللي على البحر وهسه على يمين البحر، بس ما يبين لان في منشآت وبنايات فما راح تشوفون شيء منه. وانا هسه واقف ما بين الداون تاون، هاي الداون تاون، هاي القلعة الرئيسية، القلعة الرومانية، وهذا اللي هسه امشي بيه هذا اللي هو المدخل مال الميناء للمسافرين بالبواخر. هاي آثار رومانية قديمة مخليها هنا ومسيجة، يعني هي حكمت عندهم هنا، شو يسووا هم بانيها هنا. وراح ارجع على القلعة، هاي القلعة الرئيسية، القلعة الرومانية اللي بالمدينة نابولي. وهذا قلنا الداون تاون هنا، يعني هو هذا مركز المدينة الآن. ابي هسه خل اصور لكم هاي الكروز لان قريبة عليه، اللي هي هاي خل اتقرب عليها. هذول الناس اللي تشوفوهم اللي نازلين من الكروز اللي توها جايه واقفه. شوفوا الازدحام، طبعا يعني تشيل الاف الاشخاص هي عملاقه. هسه راح اصور لكم اياها. هاي مؤخرتها، اذا تشوفون الغرف. خل اشوف لو اقدر اقرب اكثر. نعم، فندق كامل، هو مو فندق، 5 فنادق 6. هاي مؤخرتها. عملاقه بشكل، اسمها وورد يوروبا، وورد يوروبا، MSC هذا اسمها. خلينا نقرب عليه. اسمها MSC وورد يوروبا. يعني فد شيء صراحة. وهاي الباصات اللي تجي تاخذ السائحين تدخلون بالمدينة توديهم للمعالم مال المدينة. شوفوا الناس كثرة بشكل، يعني قاعد ينزلون منها. هاي بناية الميناء. هاي بناية الميناء اللي هي الجوازات وغيرها. وهسه صرت قريب جدا على القلعة، اقدر اقرب واوضح هواية امور. يعني ما راح ادخل لها، راح اتجه منها اتجاه الداون تاون. عبرت الشارع، طبعا هنا الموتوسيكلات الفلت. وهسه صرت جنب القلعة. هاي القلعة. انا اقدر ارتفاعها بحدود 40-50 متر، جدا عالي. وهاي الساحة هي الداون تاون مال مدينة نابولي بإيطاليا. من الجهة اليسار هاي القلعة اللي صورتها قبل شوية، ومن ذيك الجهة اعتقد ذاك فندق. خل اتقرب يمه. واعتقد ايضا هذا فندق، وهذا هم اكيد فندق. يعني في كتابات بالايطالي ما اعرفها. هذا مكتوب ما ادري شنو هذا، بس هم على الاغلب فندق. هذا المدخل ماله. هاي البنايات، وهاي اللي وصل بكروز النابولي راح ينزل هناك. هاي الباسنجر شيب، هذا الميناء راسا يلقى نفسه بالداون تاون. في رأيي على اللي شفته بنابولي افضل من روما بكثير. يعني هدوء، تنظيم اكثر. روما هوسه، الشوارع متعبه. وهذا النصب بنص المدينه. اذا تشوفون هذا تمثال، وهاي ملابس حقيقيه. يعني تروح تلزمها قماش، ما اريد الزمها، خاف ممنوع. بس فالتمثال مو طبيعي، يعني عملاق مو صغير. لازم نفر عليه. بنية هاي بنية نازعة هدومها، او بالاحرى مرأة نازعة هدومها، مخلين هاي الهدوم هنا الى فد معنى ما اعرف شنو معناه، ما جوجلته بعدني. طبعا هاي تشوفوها ملابس حقيقية. وهسه انا في وسط الداون تاون كلش بالسنتر.
هاي الشوارع، بنايات. هاي الجهة الثانية، وين اروح ما ادري. خليني الحق الناس بالله منها. وهاي الارصفة مال الداون تاون. هذا مطعم على الرصيف. هذا مطعم هو نفسه والله، وهذا المدخل ماله. هذا مطعم ثاني هم على الرصيف. وهذا الشارع العام. شوفوا سوء التخطيط، شوفوا الشارع ايش عرضه. هذا سايد واحد. اذا اصور لكم هسه شوف ذاك السايد الثاني، يعني الشارع قصير. شوفوا الرصيف ايش عرضه. انا واقف هسه هاي الحافل من ذاك المحل، يعني الرصيف عرضه بحدود 30 متر 40. المفروض يقصفون الرصيف حتى يسوون شارع عريض حتى يطلعون على هذا الازدحام. انا فتحت هم خليت ايدي هنا ما ذبت مي. بعد عرفنا شغلتهم اكو يد هنا بالرجل. يوسف ذب مي. شنو رجلك؟ انقطع المي. الشكل يقول خوش بيتزا. طبعا طلبت اصغر شيء لان ما راح اكل يعني هي اكبر من 3 لفات. الشكل يقول طيبه، بس خلينا نشوف النتائج شنو. طبعا بايطاليا يخلون باذنجان، هذا باذنجان، يخلون باذنجان على البيتزا which is يعني غريب يعني. ويخلون ايضا خيار، بس هاي ما بيها خيار، خلي الريحان. هاي البيتزا لحد الان اطيب بيتزا ماكلها. شوفوا كلها باذنجان. بس هي اذا نروح لامريكا هي اسوأ بيتزا بامريكا، بس هاي اطيب بيتزا اكلتها بايطاليا. ان شاء الله من نوصل لامريكا اصور لكم البيتزا مال امريكا. وهذا احد الفروع اللي يدخل من شارع عام اللي هو هذا الشارع. هذا الشارع العام. هاي البناية حلوة، ذيك الثانية حلوة. مع في رأي نابولي احلى من روما. الشارع هذا الشارع الرئيسي هم ازدحام، وهذا طبيعي. انا يعني برا شاور هسه يعني فترة الازدحام. لا بصراحة عجبتني نابولي، حلوة، عجبتني جدا، جميلة. هاي البناية، هذا الشارع، هاي بناية ثانية. شوف هذا الباركينج، هاي سيارتي طلعوها بس فتحتين، باركين هنا سيارات. وقفت هاي الساعة ب5 يورو، صار لي 3 ساعات 15 يورو. هذا أرخص باركينج لقيته بإيطاليا. وهاي آخر لقطات النابولي، وهسه أنا متوجه إلى روما على الطريق البحري مو على الطريق اللي جيت منه السريع. يعني مسافة الطريق تقريبا بحدود 4 ساعات. طبعا جيت على الطريق القديم، ما جيت على ذاك الطريق اللي جيت به، ذاك الطول اللي خط عدل، يعني لا بي اكزت، لا تشوف مدينة لا اي شيء. اريد اطلع على ايطاليا، يعني هاي واحدة من المدن اللي بالطريق صادفتني. يعني حلوة، بس يعني ايطاليا دراد الهوائي، يعني شوارعها بالذات يعني حفر ونقر وقصات. هاي اول مدينة تلاقيني بالشارع. In 3.8 miles, at the roundabout, take the second exit onto Via Damaziana. يعني هذا الطريق هو موازي للبحر، البحر قريب على جهة اليسار، مو بعيد. دعبر لفت علي، لقيت هذا المنظر بالطريق هسه وانا راجع من نابولي لروما، بس منظر حلو. يعني ذاك بيتش هناك، ما ادري من ينزلوا له هذا، ذاك الجبل والبحر، وهذا مثل النفق. هذا بصفي البحر على الجهة اليسرى البحر. يعني والله دخلنا بالجبل.
الثاني طلعنا من واحد، وهذا الثاني. خل اذب المناظر حتى اشوف. هذا البحر على يسرتي. هسه في صعود، هذا نفق هم. المناظر هنا مو طبيعية، هيك سواحل جوا هيجات. والله عجبني هذا الشارع، الرجال ايش قد حلوة. بس العكر اللي بيهم حلوة، طسات في الطسة تشلع الويل. وصلت الروما وهسه رايح للمنتجع، نفسه كنت نازل بيه حاجز بيه. خليكم وياي. ورجعت الى المنتجع، وهذا المدخل ماله. بس يشوفوني فتحه. جرد غير شقة، ذيك كانت 208، هاي 186 168. فد شي مرتب، والغرف نظيفة من الداخل، يونت كامل. من 166 175، انا 168. هسه لازم القى باركينج. هاي هي 186. هسه اطلق السيارة هنا وراح ابدي انزل الجنان. انت نرتب السفرة باكر. وصلنا الى نهايه الفيديو. كان وياكم فاروق وقناتي من امريكا. رجاء الاشتراك بالقناه، تفعيل جرس الاشعارات حتى يوصلك كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. ما راح يكون بكره، راح يكون اكثر شيء بعد بكره، لان بكره عندي طيران طول اليوم. فاشوفكم ان شاء الله، ومع السلامه.